السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي جد الله وأنت هنا بتتعلم إدارة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات معلومة في الماركتينج، واللي عنوانها مين هو المشتري العاطفي؟ إيه هو الإيموشنال باير؟ النهاردة هنتكلم سريعا وبشكل مختصر عن نوع مهم من أنواع المشترين في السوق، وهو المشتري العاطفي الإيموشنال باير. وهحاول ألم لك الموضوع في كام نقطة يفهمونا مين هو المشتري العاطفي بالظبط. والنقط دي كالتالي: ايه هو مفهوم المشتري العاطفي؟ ايه هي خصائص او صفات المشتري العاطفي؟ ايه هي اسباب شراء المشتري العاطفي؟ وهديك شوية امثلة عملية جدا على سلوك المشتري العاطفي، وهعرفك ايه هي استراتيجيات الشركات لاستهداف المشتري العاطفي وبامثلة عملية. واخيرا هعرفك ايه هي اهمية ان الشركات تفهم ماهية المشتري العاطفي. ليه الشركات مضطرة تفهمه كويس قوي؟ اولا مفهوم المشتري العاطفي. بص يا سيدي، المشتري العاطفي او الايموشنال باير هو الشخص اللي بيتخذ قرارات الشراء بناء على مشاعره واحاسيسه، مش على المنطق او الحاجة العملية للشيء اللي هيشتريه. والنوع ده من المشترين بيكون اكثر تأثرا بالتجارب الشخصية والعلامات التجارية والرسائل اللي بتثير عنده ارتباط عاطفي. الناس دي بتشتري المنتجات او الخدمات مش بس عشان هي بتلبي احتياجات عملية عندهم، ولكن لأنها بتخليهم يشعروا بالسعادة والراحة والثقة وأحيانا حتى الانتباه. ثانيا، ايه هي خصائص المشتري العاطفي؟ تحس ان المشتري العاطفي له مجموعة من الخصائص او الصفات اللي بتميزه عن غيره كالتالي: اول حاجة تلاقيه بيركز على التجربة اكتر من المنتج نفسه. المشترون العاطفيون بيميلوا دايما لاختيار البراندات اللي بتقدم تجربة شراء مميزة، زي البراندات اللي منتجاتها مثلا مغلفة تغليف فاخر او عندها خدمة عملاء استثنائية ومميزة جدا. تاني حاجة من خصائص المشتري العاطفي انه بيحب قوي الاعلانات اللي بتحكي قصص مؤثرة او بتسلط الضوء على القيم الانسانية زي الحب، العائلة، النجاح. ثالث حاجة بيرتبط بالبراند او العلامة التجارية عاطفيا. يفضل المشتري العاطفي دايما التعامل مع البراندات او العلامات التجارية اللي بتثير لديه شعور بالانتماء او الثقة. رابع حاجة، المشتري العاطفي ممكن يشتري لتحسين حالته المزاجية. المشتري العاطفي ممكن يلجأ للشراء فقط كوسيلة للتخلص من التوتر، او عشان يحفز نفسه بعد يوم عمل شاق، او بعد هدف هو قدر يوصل له بعد ما حطوا لنفسه مسبقا. ثالثا، ايه اسباب شراء المشتري العاطفي؟ المشتري العاطفي لما بيقوم بعملية شراء يا جماعة غالبا بيكون لسبب من الاسباب اللي هنقولها دلوقتي. اما انه يحقق الاشباع النفسي، زي انه يبحث عن المنتجات اللي بتعزز شعوره بالقيمة او الاهمية، او انه يحقق الرغبة في الانتماء، وده من خلال شراء المنتجات المرتبطة بجماعة او شريحة اجتماعية معينة، او لانه بيحب التميز، وده من خلال انه يفضل المنتجات الفريدة، الحاجات اليونيك اللي بتعكس شخصيته، او ان عنده حنين للماضي، وده من خلال انه يروح يشتري الحاجات اللي بتعيد له الذكريات الجميلة من طفولته او حياته اللي فاتت. رابعا، امثلة على سلوك المشتري العاطفي. لو ادينا مثال مثلا في المنتجات الفاخرة، زي انه يشتري ساعة رولكس مش بس عشان يشوف فيها الساعة كام، او يشيل موبايل ايفون احدث فيرجن مش بس عشان يتصل منه على اهله او اصحابه، او عشان يدور منه البيزنس بتاعه، وانما عشان يعبر عن النجاح الاجتماعي وانه بينتمي لشريحة معينة في المجتمع. تاني حاجة كأمثلة على سلوك المشتري العاطفي، الاعلانات المؤثرة. زي ايه؟ زي انه يتفرج على اعلان كوكا كولا اللي بيركز على اللحظات العائلية السعيدة، او اعلانات العربيات واللي بتبين افراد العيلة وهم طالعين مصيف مع بعض او طالعين يعملوا مغامرة مع بعض. تالت مثال على الكلام ده شراء الهدايا مثلا، زي انه يروح لمحل ورد فخم يشتري بوكيه ورد فاخر جدا لمجرد انه يقدمه لصديق ليه عشان يعبر له بس عن مدى حبه ومدى وفائه ليه. رابع حاجه مثلا المنتجات المرتبطه بالحنين اللي قلنا عليها، زي انه يروح محل مخصوص يحاول يشتري منه لعبه كان بيحبها وهو طفل صغير. طب الخدمات المميزه بقى زي ايه؟ زي انه يروح يحجز ليلتين 3 في اوتيل 5 ستارز، مش عشان هو مضطر ينزل في الاوتيل ده عشان عنده شغل او غيره،
ولكن عشان يعيش تجربة الرفاهية والاستمتاع بالخدمات الاستثنائية اللي بيقدمها الاوتيل ده. خامسا بقى، ايه هي استراتيجيات الشركات عشان تستهدف المشتري العاطفي؟ شوية حاجات لو الشركات عملتها تقدر تجر رجل المشتري العاطفي ده ويشتري منتجاتها. زي اول حاجة، انشاء سرد عاطفي في الاعلانات. حاول كشركة انك تستخدم القصص اللي بتعبر عن الحب، الانتماء، التجارب الإنسانية عشان تجذب المشترين العاطفيين. زي إعلان شركة ديزني اللي بيعكس لحظات السعادة والفرح مع العيلة، أو زي الحملة الإعلانية لشركة بيبسي اللي بتركز على اللحظات الممتعة خلال الحفلات والاجتماعات مع العيلة والأصدقاء. تاني حاجة تقدر تعملها الشركة التركيز على البراند، التركيز على العلامة التجارية. حاول كشركة إنك أنت تبني براند قوي يتمتع بشخصية وقيم تخلي العملاء يشعروا بالارتباط العاطفي. زي شركة أبل مثلا لما بتستخدم تصاميم بسيطة وأنيقة جدا تعكس الإبداع والتميز. أو زي شركة نايكي واللي بتحاول تستفيد من السلوجان بتاعها الشهير Just Do It عشان تخلق إحساس بالقوة والإلهام عند العملاء. 3. تحسين تجربة العملاء. حاول كشركة انك انت مثلا تقدم تغليف جذاب وممتاز وخدمات شخصية وتجربة عملاء مميزة زي تطبيق امازون واللي بيوفر تجربة تسوق سهلة وسريعة مع خدمة توصيل سريعة جدا. رابع حاجة، استخدام المؤثرين. حاول كشركة انك انت تتعاون مع شخصيات عامة او مؤثرين عندهم جماهير عاطفية قوية للترويج للمنتجات، زي تعاون بعض الشركات مع مو صلاح مثلا لتقديم بعض منتجاتها، او زي لما شركة مستحضرات تجميل تتعاون مثلا مع شخصية مشهورة زي ياسمين عبد العزيز عشان تطرح بعض منتجاتها في الاعلانات على الناس. خامس حاجة، حاول تعزز الشعور بالانتماء. انت كشركة حاول كشركة تنشئ تجمعات او برامج ولاء للعملاء المميزين عشان تعزز ارتباطهم بالبراند بتاعك، زي انشاء نوادي زي هارلي ديفسون اللي بتنظم تجمعات وفعاليات لمحبي الدراجات، او زي برنامج ولاء ستاربكس ريواردز واللي بيوفر عروض خاصة دايما للعملاء الدائمين لستاربكس. سادسا واخيرا، ايه اهمية ان الشركات تفهم يعني ايه مشتري عاطفي كويس؟ فهم المشتري العاطفي هيتيح للشركة انها تصمم استراتيجيات تسويقية فعالة تزود من ولاء العملاء وتعزز المبيعات. والتركيز على الجانب العاطفي ممكن يساعد في بناء علاقات طويلة الامد مع العملاء، وده ممكن يحسن من صورة البراند بتاعي او العلامة التجارية بتاعتي، ويزود كمان الريفينيوز او الايرادات بتاعتي على المدى البعيد. باختصار، المشتري العاطفي بيمثل شريحة مهمة وكبيرة جدا من المجتمع او من السوق، والتواصل معاه بيتطلب فهم عميق لمشاعره واحتياجاته. وخد بالك ان الشركات اللي بتستثمر في بناء تجربة عاطفية مميزة للعملاء بتستطيع تحقيق نجاح مستدام في عالم الأعمال. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت، ويا رب تكونوا استفدتوا. ولو عجبتك الحلقة ما تنسانيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.